السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله هنبدأ النهاردة في انترو شرح لكورس شهادة اي وابت من شركة اي ان اي. هنبدأ نتعرف على يعني ايه الشهادة دي، وبتعمل ايه الشهادة دي، وبتختص بايه بالظبط. وبعد الشهادة دي انا المفروض اكون اتعلمت ايه، وفي وسط الشهادة انا هتعلم ايه اصلا. هتعلم ايه من الثغرات المعروفة في الويب ابليكيشن، هتعلم ايه اصلا، الميثودولوجي اللي هتعلمها، كل ده هنعرفه في الحلقة دي. بسم الله. ايه اللي هنتعلمه في الاول اصلا؟ يعني ايه وابت؟ ايه وابت دي اصلا؟ دي شهاده من اي ان اي للويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج بروفيشنال. هي الشهاده دي موجهه للمبتدئين في مجال الويب بنتريشن تيستنج بشكل عام. الشهاده هنبدا فيها. هو انا مش هشرح، انا هشرح محتوى الشهاده اللي موجود بالظبط، شركه اي ان اي حطها والانستراكتورز هم اللي شارحينها. مش هزود او مش هقلل. ممكن ازود لك شويه تولز، ممكن ازود لك شويه معلومات اكتر فيها، انما لو اقل مش هقلل منها حاجه. تمام. هنبدا في اول حاجه في الانترودكشن تو ويب سكيورتي تيستنج. هنشوف الويب سكيورتي تيستنج جايد. ده مشروع واسف الجديد اللي موجود فيه السكيورتي تيستنج. الخطوات السكيورتي تيستنج اللي هتعتمد عليها وانت كتشتغل كويب بنتريشن تيستنج. يعني ايه؟ حاجات زي ميثودولوجي هتمشي عليها، خطوات في اختراق لازم تمشي عليها. تمام. حاجه زي الاوثنتيكيشن مثلا، هيقول لك مثلا تتشك حاجات في الاوثنتيكيشن، انت لازم تتشك عليها الاول، تشوف اذا كانت شغاله او مش شغاله. وبعد كده تبدأ في مرحلة الاختراق الأساسية. هنتعلم بعد كده what the web and how the internet work. هنتعلم ازاي الويب بيشتغل وازاي بينتجريتد مع الانترنت، والانترنت ازاي اصلا بيشتغل او مبني على ايه اصلا. بعد كده هنتعلم بروتوكولز زي HTTP و HTTPS، وايه الفرق ما بينهم، وايه اللي خلى نعمل HTTPS بعد HTTP لما كان موجود، وايه الفرق بين طرق الحماية اللي موجودة ما بينهم في الاتنين. بعد كده هنتعلم الانفورميشن جاذرينج. يعني ايه انفورميشن جاذرينج؟ انفورميشن جاذرينج يعني يبقى انا بجمع معلومات عن التارجت اللي المفروض انا اهنت عليه، او انا هبين تيست التارجت ده. الانفورميشن جاذرينج بتتقسم لحاجات كتيره زي الدي ان اس او الفينجر برينت. بشوف الدومين، بجمع الدومينز المرتبطه بالتارجت بتاعي، والسب دومينز المرتبطه عندي، الاي بي ايز او الصفحات الموجوده، الصفحات المخفيه، الصفحات اللي عليها اوثنتيكيشن حمايه او ايا كان. بتقسم لحاجات كتيرة جوه. ان شاء الله هنعرف قدام في الكورس ايه هي، وهنشرح كل حاجة فيها. بالاضافة ان انفورميشن جاذرينج مجمع لك معلومات اكتر من ايه وقت حطها، اكتر من شركة اي ان اي نفسها اللي هي حطها. بعد كده الويب بروكسيز. ايه هو الويب بروكسيز ده اصلا؟ الويب بروكسيز ده الحاجة اللي انت هنبدأ نعترض بيها الطلبات. يعني عشان نعرف الطلب ده بيتكون من ايه، الريكوست اللي احنا بنبعته للسيرفر بيتكون من ايه. هنشرح فيها بيرب سويت وواسب زاب. تمام. بعد كده هنبدأ في الفولنربيليتيز الموجودة اصلا في الويب ابلكيشن. حاجه زي كروس سايت سكريبتنج. كروس سايت سكريبتنج وده هو باختصار ان انا بحقن كود جافا سكريبت جوه الصفحه عندي. سيكوال انجكشن برضو بحقن كود، بس ما بحقنش كود جافا سكريبت، بحقن كود سيكوال من لغه برمجه سيكوال، بلغه سيكوال او ماي سيكوال او ايا كان. بعد كده نعرف ال HTTP اتاكس وانواعهم وانواع الحمايه فيهم، والسي اس ار اف والاس اس ار اف. هو صراحه الاس اس ار اف مش موجود كمحتوى رسمي في اي ان اي، بس انا حبيت اضيفه في الاخر بحيث لما تخش بعد كده على المحتوى الادفانسد من اي ويب اكس تبقى عارف يعني ايه اس اس ار اف وازاي بيشتغل. بعد كده السنسيف داتا اكسبوجر، تسريب البيانات اللي هيبقى موجود في الصفحات. اي صفحه، الصفحات عامه بيبقى ليها داتا، الداتا دي ممكن تكون متسربه في صفحات زي جيت هاب، او في اي بي اي متسرب في صفحات عندك في الصفحه. اي صفحه بيبقى ليها ملف اسمه روبوت تي اكس تي. الملف ده بيمنع السبايدر انه يتشيك على الصفحات اللي هي موجوده. انا صفحات عندي في الويب مش عاوزه تظهر على الانترنت، فالروبوت تي اكس تي مهمته انه يخفيها، فانا بتشيك على الروبوت تي اكس تي. ساعات احيانا كتيره بيبقى في ملفات متسربه عليها، او في حاجه اصلا الديفلوبر نسي يخفيها ولسه محطوطه على الروبوت تي اكس تي. بعد كده تخش على البروكن اوثنتيكيشن. بروكن اوثنتيكيشن هو ان انا باي باسنج الاوثنتيكيشن عامه، ان انا احاول اغير من الاوثنتيكيشن بتاعتي كيوزر من يوزر ليوزر تاني، او من يوزر اعلي من الاوثنتيكيشن بتاعتي اخليها ادمن او روت في بعض الاحيان.
والسيشن سكيورتي وانواعها. وبعد كده الانجكشن اند انبوت فاليديشن. الانجكشن هنكمل بقيه الانجكشن اتاكس زي الكروس سايت سكريبتنج والسيكوال انجكشن. بعد كده الكوماند انجكشن او اس كوماند انجكشن والانبوت فاليديشن. بعد كده السكيورتي ميس كونفيجريشن وانواعها. الفايل ريسورس اتاك زي ال اف اي وار اف اي. الفايلز اللي انا برفعها على الويب سايت ممكن احط فيها ماليشيوس كود ايا كان لغه البرمجه بتاعته، سواء كان بي اتش بي او جافا سكريبت. بعد كده الباس ترافيرسال. الباس ترافيرسال هو بالظبط اني مثلا صفحه ادمن هي محميه، ان انا اعرف صفحه الادمن دي اسمها ايه، ممكن تبقى ادمن بانل ايا كان، فانا بعمل لها بيرت فورسنج عشان اعرف الصفحات الموجوده. بعد كده الويب سيرفيس بانواعها والسي ام اس بن تيستنج. السي ام اس بن تيستنج حاجات زي مثلا بعد كده هنخش على الانكودنج اند فلترنج، حاجات متقدمه في الاكس اس اس مثلا. هنتعلم ازاي تنكود السكريبت او الماليشيوس كود بتاع الاكس اس اس وتعمل له فلترنج او انكودنج. بعد كده الفايده اللي ممكن هتعود عليك من بعد الكورس ده، انت هيبقى عندك ميثودولوجي قويه تعرف تبين تيست بيها. هيبقى عندك ميثودولوجي، يعني هتعرف ايه اللي هتبدا فيه في البين تيستنج بعد الانفورميشن جاذرينج. هتبدا بايه بالظبط؟ هتبدا باني هتشيك الانبوت فاليديشن، هتشيك الاوثنتيكيشن، كل الحاجات دي. هتعرف الموست ويب اب فولنربيلتيز، هتعرف الثغرات الشائعه في الويب على حسب وزن 2021. وبعد كده هتتعلم ازاي تاكسبلويت الثغرات دي، تتعلم ازاي تستغل الثغرات دي. تمام. ثغرات كتير هتتعلم تتعلم تستغلها. ليه نتعلم نستغلها؟ لان الهاكر لما بيبدا يدور على vulnerabilities في الموقع، مش بيكتفي انه يجيب الفولنربيلتيز بس، لا بيكسبلويت الفولنربيلتيز دي عشان يقدر يحقق بيها اكتر ضرر في الموقع. تمام. يعني هو مثلا لا سيكوال انجكشن في الموقع، مش هيكتفي انه مثلا يشوف اسماء الموظفين او يشوف عناوينهم، لا هو بالتالي هو هيقدر يجمع كل البيانات الموظفين من قاعده البيانات اللي هي السيكوال الموجوده عندنا، وبعد كده يحفظها عنده او يبيعها. تمام. هو مش بيكتفي، يعني هو لازم يستغل الثغره، فاحنا بنتعلمها عشان نقدر نوضح للديفلوبرز ازاي يقدروا يحموها بطريقه ممكنه. بعد كده هتتعلم تولز عشان تسهل معانا الاوتوماتيك اتاكس. يعني لازم نعمل اوتوميتد الاتاكس في ثغرات زي سيكوال انجكشن اكس اس اس. هنتعلم ادوات زي اكس اس اي ار. الاكس اس اي ار فيها بيلودز كتيره جدا، هي بتبدا تنجكت الصفحه اللي موجود فيها الثغره، او انت مش متاكد عامه، بس هي الاكسس اس اي ار بتبقى فيها بيلودز كتير، فيبدا تنجكت البيلودز دي لحد ما يلاقي بيلودز اشتغل فعلا، وبعد كده بتبدا تعرضه لك. دي بتوفر عليك كتيره بدل المانوال. يعني انت تبقى مانوال، تبدا بايدك واحده واحده وتجرب بيلودز، فدي بتوفر عليك كتيره جدا، لان ممكن تلاقي بيلودز فيها فلتريشن صعب جدا، فبيفلتر كل حاجه تقريبا، فهو بيبقى فيه بيلود متقدمه اكتر. والسيكوال ماب هتعلم بيرب سويت. بعد كده هتتعلم تقرا ملفات الجافا سكريبت او اكواد الجافا سكريبت. في وسط ما انا بشرح الثغره هعلمك ازاي الديفلوبر بيشوف الثغره ازاي بتبان من جهه الديفلوبر، ازاي بيبدا يفلتر المدخلات عنده عشان يتجاوز حاجه زي اس اس ار اف، ازاي هو بيعمل كده، وانا هوريك اكواد موجوده في الحقيقه. بعد كده الكورس ده اصلا موجه لمين؟ الكورس ده موجه للمبتدئين جدا في مجال السكيورتي، مجال مبتدئين تماما، يعني مش ناس محترفة او ناس متوسطة. دلوقتي انا ببدأ اعرفك يعني ويب اصلا من الاول. تمام. وموجه للويب ديفلوبر سكيورتي، الناس الويب ديفلوبرز اللي عاوزين يفهموا منظور السكيورتي اكتر من جهة الاتاكرز، عشان يقدروا يحموا ملفاتهم ويقدروا يحموا الابلكيشن بتاعهم بطريقه ممكنه. دي كانت انترو بسيطه جدا عن المحتوى الكورس وايه اللي هيتم فيه، فاستناكم ان شاء الله في المحتوى الكورس. السلام عليكم.